عليك ويا قلبي حميل الرزق يقول انا وياك يا ابن امي يا ابن امي انفجعنا بموتة المختار. والله يا ابن امي وعشنا محنة الزهرة يوم الهجمة واغلى الدار. والله وشفنا العدا بس هجمت ومن سحبوا علي الكرار. خويا وشفنا ضلاع متكسرة أنا وياك شفنا ضلاع متكسرة يوم العصرة والزهرة يا خويا وشفنا عيونها الحمراء يوم الهجمة وعلى النار وهي تندب لوالينا يوم الهجمة وعلى الدار وهي تندب لوالينا القلب شاجر على ابن امي وداوي القلب شاجر على ابن امي وداوي تضعضع وانهدم سوري وداوي والله لا مجروح حتى قيد وداوي والله ولا غايب وقولي عود لي واسمي اريد الحبل بحر الجود واسمي الحسن ناحت عليه الارض واسمي صدرك المحب هاليوم واسمي وعلى مصاب نواس ام الزكيه وعلى مصاب نواس ام الزكيه. اعظم رزيه ذكره بها امامنا الحسين. يقول له تذكر يا حسن يا اخوي تذكر يا حسن يوم طلعت وياك نتبعها يعني يتبع امهم الزهراء يوم اخذوا عليا وهي خرجت خلف علي تقول خلوا عن ابن عمي او لاكشف بالدعاء راسي. قاعد يذكر الامام الحسين صلوات الله عليه. يقول له تذكر يا حسن يا اخوي يوم طلعت وياك نتبعها وهي تبكي على ابونا وسال على الكرار مدمعها. خوي يا خوي يا خوي خوي رد له العبد بالصوت على الاضلاع لوغها يا رد ليه العبد بالصوت على الاضلاع لوغها وهي تندب بحامل جار تقل له شوف اللي علي صار ما تنهض يا علي الكرار. يقول له واحنا صغار يا ابن امي وما عدنا اللي حامينا واحنا صغار يا ابن امي وما عدنا اللي حامينا. طال معانقا شمسا سمت جبلا غدا ضد العواصف يصمد وبيرق
رمح وسيف مشرع، هو نخوة، هو شعلة لا تخمد، هو صرخة الكون الرهيب، بوقفة شماء في الآفاق لا تتبدد، فالدمع يسبقني إليه مسلما بزيارة عهدي إليه، أردد نبض الحياة حسيننا ووجودنا أبدا ألا يحيى الحسين، نردد ملكها يا من حبك لعد روحي، ملكها زعيم للأحرار انت ابو علي، ملكها ابن لادك نجف وطريس، ملكها وريدك مثلتي شفع علي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا محتاج بيتين لأبو الفضل العباس خادم. الشيخ يبدي وأنت خادم. نبي نختم بهالبيتين حق أبو الفضل العباس مثال التضحية والأخوة. نعم. والله بس هام يا الدنيا حيف ما بيها فرح، بس صدق نعش الحسن ينصاب، بس أبو فاضل بسل السيف، بس مثل حيدر تكتف بالوصي، يعني يقول للحسين أخي دع سيفك في غمده فإن لهذا السيف يوم آخر، وهو هنا في أرض البطولة والفداء. وفعلا بقي ذلك السيف يحامي عن وجه الحسين، وإذا بذلك السيف يقع على نهر العلقمي كما وقع العلم، فيأتي إليك الحسين: يا أبا عبد الله أنت في طريقك من هنا إلى أبي الفضل العباس، وهو ينادي يصيح عنا من الخيم للعلقم حسين، والله يصيح بصوت يا عضيدي وقعت وين، والله ترى ما اشوف دربي اضوى العين، علي الكون كله بليل اظلم، اويلي من طاح القمر وحسين جاي يشوفه، لقى العباس لكن ما لقى جفوفه، دب نفسه على خيه بروح ملهوفه، لا يقدر يشيله ولا يقدر يعوفه، يقول له خويا بياك كتر طاحن زنودك، يا خويا العلم وين جودك، يا ابو فاضل زمان هم يعودك وشمل اللي تشتت بيك يلتمنى. اختم هاي الابو ذي على لسان الحسين، يقول له وعينك ادور يا كتر جسمك، وعينك وصير انعاني لك خوي، وعينك مرمي مقطع جفوفك، وعناياك صوب غدر سهم المنية، يصوب غدر سهم المنية، وعلى الفرات فراتنا متدفقون، فوق الشريعة للشريعة عباس يا جود الفضيلة جوده، نهر بنا فوراته يتصعد، في كل كف بحره متلاطم فيه اللآلئ والخضار،
زمرد واليسار دوم الدهر محزني، واليسار تعبت والجدم يتعثر، واليسار وقع عباس لا يمنى، واليسار وسهم العين والجثة أحسنتم حضورنا الكريم، عظم الله أجوركم. يعني هذه الجلسة الروحانية والجلسة الإيمانية ونحن في رحاب كريم أهل البيت الإمام الحسن، وأيضا ما نسيت أمتنا الإمام الحسين وعباس صلوات الله وسلامه عليه. سماحة الخطيب مهندس سعيد المعتيق، هل من كلمة أخيرة نختم فيها هذا البرنامج؟ نعم عزيزي، أنا أولا أشكركم على هذا اللقاء حقيقة، وحقيقة هذه فرصة طيبة أن نلتقي معكم ومع إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، ونحن بين الحرمين، حرم أبي الفضل وحرم أبي عبد الله الحسين، ويوم فاضت روح الإمام الحسن كان بين الحسين والعباس، فكأن لقاءنا هو الحسن صلوات الله عليه بين الأخوين العضدين، وزينب هي الثالثة، وها هو مكان زينب وتل زينب. نعم، فنحن حقيقة في ذكر الإمام الحسن وفي ذكر الحسين والعباس وزينب، فأي مصيبة الحسن هي مصيبة الحسين والعباس وزينب وباقي أهل البيت. فأقول عزيزي بأن مصيبة الإمام الحسن مصيبة عظمى ينبغي أن تعطى حقها من المظلومية. نحن كخطباء، وأنا أقلهم قدرا ومعرفة وكرواديد، آلوا على أنفسهم إلا يكونوا خدما للأئمة صلوات الله عليهم، كما نعطي الإمام الحسين حقه من الرثاء ومن البكاء، لابد أن نعطي الإمام الحسن أيضا، فإن مظلوميته مظلومية عظمى به هو بأبي وأمي. فنقول من هذا اليوم ومن هذا المنبر المبارك علينا قاطبة إخواني وأخواتي أن نعطي الإمام الحسن حقه. أخي عزيزي حامد، ترى حتى في أيام وفاة الإمام الحسن لا يوجد هناك ذلك العطاء الذي نراه أيام الإمام الحسين، الدكاكين مغلقة، الأعلام السود منشرة، الأطفال لا يذهبون إلى المدارس مثلا، نرى الأمر عادي. لماذا؟ هذا الحسن، والحسين قال أخي الحسن خير مني في وداعي إلى زينب إذا تذكر. فلماذا لا نعطي حق الإمام الحسن أيضا في يوم شهادته؟ وأنا أقول أيضا، والحمد لله هذه خطوة وأختم، خطوة مباركة من بعض الفضائيات، وهذه الفضائية المباركة وغيرها، أن نعطي 10 أيام للإمام الحسن كما نعطي 10 أيام للإمام الحسين، 10 أيام لرسول الله، 10 أيام. أحسنت، وأكثر من ذلك. الآن نحن تكلمنا تقريبا في ثلث أو نصف ساعة، لم نقل شيء ولم ننقل شيء حقيقة. أين كرمه؟ أين حلمه؟ أين عبادته؟ أين عطاؤه؟ أين علمه؟ لم ننقل شيء. يحتاج إلى محاضرات طويلة، تراث عظيم. وهذه هي مسؤولية الفضائيات ومسؤولية المواقع على الإنترنت ومسؤولية الخطباء والعلماء وأمثالكم، وإن شاء الله أيادينا مع بعض وننقل مظلومية الأئمة أينما نكون. جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق في خدمتهم. أيضا ملا كاظم، هل من كلمة نختم فيها؟ والله أنا بعد ما أقدر أزيد على الشيخ. أشكر الفضائية وأشكر الإخوان الكادر العمل وما قصروا، وإن شاء الله هذه تتجدد، واحنا دائما نريد مظلومية الحسن احنا مبينها مثل ما قال الشيخ ب10 أيام واكثر، وان شاء الله هاي همات موجوده. احسنت. ببركتكم، بركه الصلاه على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إذن أعزائي المشاهدين، كنا معكم في هذه الحلقة عن حياة كريم أهل البيت، وتطرقنا إلى أيضا مظلومية واستشهاد الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وكان معنا ضيوفنا الأعزاء سماحة الخطيب الحسيني المهندس سعيد المعتيق، وأيضا الرادود الحسيني كاظم الوزني الكربلائي. حياكم الله مرة أخرى.